السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، وبصراحه ما كردروش البال. كيبان يمكن عادي، كتبان سولفنا كنهضروا بحال هكا، كنتعاملوا مع الناس بحال هكا، ولكن هو راه من اخطر الحوايج اللي كنشوفوهم في الحياه ديالنا. تقريبا بشكل يومي دائما كنشوفوا هذا المشكل هذا. والمشكله اللي كبيره بزاف، او نقدر نقول المصيبه العظمى، هو اننا كنتواجهوه من جيل لجيل، رغم انه كيدوز علينا، ورغم ان كنحسوا بداك الثقل ديال داك المعاناه ديال داك المشاكل، ولكن غير كندوزو من داك المرحله وكنوليو حنا في نفس ديك البلاصه، كنوليو حتى حنا كتولي عندنا نفس الراي، نفس الملاحظه، وكنساو حنا ما داز علينا. يعني ما كنبقاوش مفكرين او ما كناخذوش العبره من الحياه. صافي الحاجه دازت صافي كنساوها ولا ما كنردوهاش البال، او لا حتى الا ردينا البال كنقول لا، وانا ما قلتهاش بالطريقه اللي سمعتها بها. المشكل اللي صراحه كيبان لي انا هو اللي يمكن يطلعك الفوق، وهو اللي يمكن ينزلك لتحت الا ما كنتيش عارفه. يعني ما كانش عندك خبره في الحياه، وما تكون عندك خبره في الحياه حتى تكون دزتي بزاف د الحوايج. وهذا موضوع هذا المشكل بالضبط الا ما ردينالوش البال راه يمكننا نضيعوا بزاف د الحوايج، نضيعوا بزاف ديال الناس، سواء كانوا قراب ولا بعاد، كنتلاقاوهم صدفه ولا يعني كنتلاقاوهم دائما. راه هذا المشكل راه صعيب بزاف، وراه خصنا نردوا ليه البال. هذا المشكل شنو هو؟ وكواحد القضيه واحده اخرى راه يمكن لك يضيعك حتى انتي مع راسك تضيعي الا ما رديتيش البال لهاد القضيه هذه. المشكل هو المقارنه. حنا تربينا تورثناها من جيل لجيل، دائما المقارنه. علاش ولاد خالتك داروا، ولاد عمك داروا، مهم كتلقى راسك دائما كتقارني بولاد الجيران، اولاد العائله، وانتيا ظروفك ما كانتش بحالها بحال دوك الناس اللي كتقارني بهم. داكشي علاش ما خصناش نقارنوا وليداتنا وولاد الناس، اولا بناتنا، اولا اي واحد كان في المحيط ديالنا. هاد المقارنه خصها تحيد نهائيا من الهضره ديالنا. علاش؟ لانك فاش كتقارني حتى شي حاجه ما كتكون، وما يمكنش نهائيا تكون حياتك بحال حياه واحد اخرين. داكشي علاش ما يمكننيش انا نقارن واحد السيد واحد اخر اللي تربى في والدين مختلفين، في بيئه مختلفه، في اي حاجه كتكون مختلفه. راه غير الجيران، واحد ساكن الفوق واحد ساكن لتحت، ما يمكنش تكون حياتهم بحال بحال. عاد راه الزنقه كيفاش تربوا فيها كيفاش دايره، يعني بزاف د الحوايج اللي كيطلعوا لنا واحد الانسان، كل واحد وكيفاش داير. داكشي علاش ما يمكنناش حنايا نبقاو نقارنوا هذا الشخص مع هذا الشخص هذا. نعطيكم واحد المثال بسيط بزاف، صراحه هذا كان داز قدام عينيا. لان واحد الولد كان كيقرا، ولكن هو ما كانش كيقرا مزيان، ولكن واحد البنت الجيران كانت كتقرا وتبارك الله كانت كتقرا مزيان. والام ديالو كانت دائما كتقارنو بديك البنت، كتقول له شوف هي كتقرا مزيان، شوف شنو كدير، هي ذكيه عليك. وراكم عارفين مصطلحات ماشي كيكونوا لطاف بحال هكا، هي راه ذكيه عليك، راه كتستعمل يعني مصطلحات اللي قاصحين بزاف، بحال هي داك المكلخ، يا داك الحمار، يا بزاف د الحوايج. شوف فلانه كيفاش دايره، كتقرا احسن منك، وبزاف د الحوايج. لدرجه داك الولد انه كل عام كانت كيتكرر له هذه القضيه هذه، حتى وصل واحد المرحله مبقاش باغي يقرا، انه خرج من المدرسه وحلها في راسها، ولا غادي هو كيبكي. يعني داك المشاكل داك فعوض انها هي توقف معاه وتقول له لا راك قاد وغادي ديرها وغادي تقرا وانا متيقه فيك وتشجعو، بالعكس هي كانت كدير له الاحباط. ولكن واحد القضيه واحده اخرى، راه حتى ما كتبغي طيح من ولادها، اولا الام فاش كتقول لك مثلا شوف ولاد الجيران قراو احسن منك، اولا يعني كمثال بسيط وصافي. هنا دائما غنلقاو المقارنه في جميع الحوايج. هي ما كتكونش قاصده بلا زعما راها غادي تنقص من ولدها، ولا غادي باش ما يقراش مزيان. بالعكس هي كيجيب لها الله راه هكا غادي يقرا مزيان وغادي يدير مجهود كتار وغادي يوصل حسن، يعني بداك الانسانه اللي قارنته بها او لا بانسان او لا مهم بصفه عامه. ولكن هي راها ما كتردش البال، بلا العكس، راه هنا كتحطمو، ما كتخليوش الطاقه باش يكمل،
وكتخليه يستوعب بلا هو ما غاديش يقرا، هو راه اصلا مكلخ، هو اصلا راه حمار، هو اصلا ما يصلحش لبزاف د الحوايج. حنا فاش نكونوا في هذه المواقف بحال هكا ما خصناش نتعاملوا بحال هكا، لان كما قلت لكم حياة ما عمرها غادي تكون بحال حياتك، بحال حياة ناس واحد اخرين، لان كلشي كيختلف، الوالدين، التربيه، يعني مشاكل ماديه، بزاف د الحوايج كيختلفوا، ما يمكنش يكونوا بحال. داكشي علاش حنا في الحياه ديالنا في الدار فاش كندخلوا نسدوا علينا الدار، حياتنا ما كتكونش بحال الناس، ولكن حنا كنبغيوها تكون بحال الناس. احنا يعني من حقنا نحلموا، من حقنا اننا نبغيو نوصلوا لشي حوايج، واكيد يعني في هادو غادي نناقشوهم ان شاء الله في فيديوهات واحد اخرين، ولكن ماشي غادي نناقش، ماشي حنايا بغينا نكونوا بحال هادوك الناس، حنا يمكننا نكونوا احسن، ولكن ما نتقارنوش. هاد المقارنه ما خصنا نجبدوها نهائيا. مثلا ولدك ما كيقراش مزيان تقول له لا راك انت ولدي قاد وراك غادي تمشي مزيان، انا ان شاء الله انا معاك وغادي نعاونك يعني بمراجعه او لا. مهم دائما انت كتقول له لا انت قاد، ماشي انت كتقول له لا وشوف فلان كيفاش داير ولا فلانه كيفاش دايره. وهذه القضيه يعني بالنسبه للزواج، بالنسبه للخدمه، بالنسبه لبزاف د الحوايج. وكذلك لاحظت واحد الملاحظه صراحه حتى هذا كان نموذج داز قدامي، هي ان واحد العائله نقدروا نقولوا مثلا هذوك ولاد العائله يعني البيئه ديالهم مختلفه تماما من ناحيه الماديات، من ناحيه كيفاش قراو هادوك، من ناحيه بزاف د الحوايج. والاخرين كانوا قل منهم يعني ماشي في المستوى ديالهم، وهذوك اللي قل في المستوى ماشي بحال المستوى الاخرين كنت كتقارن ولادها كتقول لهم شوفوا كيفاش هما خدموا وانتم ما خدمتوش، شوفوا المناصب اللي خداو وانتم ما خديتوش بحالهم، مع العلم هذوك ما عندهم حتى شي علاقه نهائيا يعني كيفاش غادي يدير وصل ليه. وماشي ما يمكنش يوصل ليه، ولكن ما كاينش مجال للمقارنه نهائيا. يعني كان ديك الام يمكن لها تقول له لا نتوما ولادين انا ثقه فيكم تقدروا توصلوا، تقدروا ديروا بزاف د الحوايج، ولكن بلا ما تجبد دوك الناس من العائله. فقط شنو انها وقع هي انهم مابقاوش كيبغيو يمشيو عند دوك الناس اللي كيجيوهم من العائله، كيقول لك حنا فين ما كنمشيو كنسمعوا شوف مثلا فلان فين وصل، شوف فلانه فين وصلت، يعني فقط خلقوا العداوه بيناتهم. داكشي علاش يعني اي وحده تقريبا تكون تقارنات بشي وحده يعني بطريقه او باخرى. ما المهم غادي اكيد ان اي وحده تسمع هذا الفيديو غتكون تقارنات بشي حاجه، الا كاع ما كانتش كاع تقارنات غتكون تقارنات بالجمال، لان شي حاجه ديال الله سبحانه وتعالى الجمال ما عندك حتى شي علاقه به. ولكن كنقول لكم هذه ابسط الحوايج اللي تكوني تقارنتي بهم، تكوني تقارنتي فلانه زوينه عليك ولا شي حاجه، حيت هذا هضره كنسمعوها تقريبا يوميا. الحياه ديالك ما كتشبه حتى شي واحد، عطاك الله سبحانه وتعالى. علاش حنا ربي خلقنا كل واحد وراسو، كل واحد مفرقين، ما عندنا حتى شي علاقه بالناس الاخرين. يعني كون كان نكونوا بحال كنا نقدروا نكونوا متلاصقين ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن الله سبحانه وتعالى كرمنا، خلقنا كل واحد بوحدو، كل واحد وكيفاش داير بعقله بتفكيره بملامحه بكل شيء. يعني انسان كما خلقنا الله سبحانه وتعالى زوينات في الناس، سواء كنا رجال ولا عيالات، يعني بعقلنا بداكشي اللي باغيين نوصلوا ليه باي حاجه. علاش ما خصناش نبقاو تقارنوا بالناس واحد اخرين، حيت مثلا كان ديك الحاجه عند الناس الاخرين طاها لك انت الله سبحانه وتعالى ما يكونش فيها خير ليك جميع الحوايج. يعني هكا خصكم تشوفوا الحياه، اي حاجه يعني اذا كانت شي حاجه ناقصانا خصنا نخدموا عليها باش نوصلوا ليها، ما نبقاوش حنا جالسين ونقولوا لا وربي بغاني هكا، الا ما يمكنش. يعني اي حاجه يمكننا نزيدو نقادو فيها احسن من الحاجه اللي عندنا. ولكن فاش كناخذ قرار وكنقول انا شنو الحوايج اللي ناقصيني، شنو الحوايج اللي خاصني نخدم عليهم، شنو الحوايج اللي باغا نزيد في حياتي، ماشي كنقول لا انا شنو الحوايج اللي خصني نزيدهم باش نكون احسن بنت الجيران مثلا اولا بصاحبتي او لا. المهم كل واحد هو عارف راسو مع من عنده المشكل. لا كنقول انا ديك الحوايج خصني نديرهم باش نكون انا احسن، باش انا نكون حياتي احسن من العام اللي فات، باش تكون حياتي احسن من الشهر اللي فات. يعني كنخدم على ديك الحوايج اللي انا كيبانوا ليا مزيانين ليا. هذا ما كيمنعنيش بانني نشوف القدوه قدامي ونقول لا
وديك الصراحه تبارك الله ما شاء الله عليها، راه خدمات وضربت التماره، وصلت لواحد الحوايج. انا بصراحه ما كرهش نكون بحالها، ولكن نكون بحالها بطريقه زوينه، ماشي لا خصني نكون بحالها خصني نكرهها خصني نحيد داكشي اللي عندها. لا، خصنا نكونوا الحوايج اللي حنا نشوفوا داك الحوايج اللي كيناسبونا حنايا ونخدموا عليهم بلا ما نكرهوا حتى شي واحد، وبلا ما نبقاو نقولوا لا شوف فلان شنو دار وشوفوا عنده الزهر ولا فلانه ولا. مهم كل واحد وكيفاش كيما تقول واحد المشكل ديالو مع من عنده. داكشي علاش لا، انتي شوفي راسك شنو ناقصك، انتي شوفي راسك فاش كترتاحي، حيت ديك الحوايج اللي عند الناس الاخرين يقدروا يكونوا عندك ولكن ما تكونيش مرتاحه فيهم. يعني الخلاصه ديال الفيديو، حياتك ما عندها حتى شي علاقه بحياه الناس الاخرين، وليديك ماشي بحال، الخدمه ديالهم ماشي بحال، الفلوس ديالهم ماشي بحال، الزنقه اللي تربيتي فيها ماشي بحال الدار، كلشي حتى حاجه ما عندها علاقه بالناس الاخرين. داكشي علاش ما تسمحي حتى شي واحد كيف ما كان نوعه انه يدخلك في المقارنات مع الناس الاخرين. قالك مالكي ما تزوجتيش، كل من الله سبحانه وتعالى النهار اللي غيبغي غادي نتزوج. ما كيما تزوجتيش مثلا بحال بنات خالتك وبنات الجيران، النهار اللي يبغي لي الله انني نتزوج راه غادي نتزوج. الله سبحانه وتعالى مازال ما شافش الخير عندي في مثلا في الزواج اولا في الاولاد اولا في الخدمه او في اي مجال. كيف ما كان خصك تخلي يعني ثقتك في الله سبحانه وتعالى خصها تكون كبيره، حتى هي كتساعدك باش انك ما تكونيش كطيحي. يعني فاش يقارنك شي واحد تحسي بواحد تحسي ان بقى فيك الحال ولا تفقستي ولا تغيدتي ولا شي حاجه بحال هكا. حياتك ما عندها حتى شي علاقه بالناس الاخرين. داكشي علاش ما تسمحي حتى شي واحد ياثر عليك الا قال لك ما الناس عندهم وانتي ما عندكش، او لا يعني في اي مجال كان انه يقارنك. وبالنسبه للعيالات اللي كيسمعوا هذا الفيديو هذا، خصكم تاخذوا يعني تردوا البال مزيان. يعني الاخطاء اللي دوزتو نتوما منهم ما خصكمش ديروهم، يعني هذه حاجه طبيعيه. ميمكنش شي واحد الحاجه سمعتيها شحال هادي وبقى فيك الحال، ولكن نهار اللي كبرتي وبديتي تحملتي مسؤوليه وراسك عمر بزاف بمشاكل ما بقيتيش كتستوعبي بلي راكي كتعاودي نفس الاخطاء اللي كانوا ديال شحال هادي. وخير دليل هي غير رجعي الذاكره، غادي تلقاي راسك انت براسك واحد النهار فاش تقارنتي بقى فيك الحال. غير انت كتقولي مثلا لا انا كنقولها بطريقه احسن او لا انا ما قصدتش فيها، ولكن حتى نتيا راك درتي في واحد المرحله وما كانوش قاصدين فيها. والدليل هي انك كتصيب راسك مازال لحد الساعه يعني ماشي غير الناس اللي كيقارنوا، كتصيبي نتي كتقارني راسك بالناس. هذه هي اكبر مشكله يمكن تطيحي فيها، هي تبقاي تقارني راسك بالناس الاخرين وتبقاي تقولي مالي انا ما عنديش الزهر بحال فلانه، مال فلانه عندها شي حوايج وانا ما عنديش. يعني كتلقى راسك دائما غاديه في المقارنه، وهذه اصعب الحوايج. شوفي قارنوك الناس كتكون اسهل، ولكن باش تولي تقارني راسك مع الناس نتيا يعني انت اللي كتقارني راسك، هذه كتكون اصعب. لان فاش تبداي تهضري مع راسك ما كاينش اللي غادي يحبسك ويقول لك لا نوضي ولا غادي تخرجي تبدلي الجو ولا، حيت راسك كيبقى معاك دائما. داكشي علاش كنتمنى انكم تردوا البال هذه القضيه هذه، ما تعاودوش تقارنوا لا بالناس اللي دايرين بكم ولا انت تقارني راسك بالناس واحد اخرين، حيت هكا ما غاديش توصلي حتى شي نتيجه نهائيا. وهنا نكون وصلت نهايه ديال الفيديو. يعني كاخر كلام غادي نقول لكم على هذه المقارنه، اللي بغات تدمر ولادها هي تقارنهم بالناس واحد اخرين، واللي بغات تدمر راسها يعني في مرها وتخلي راسها ديما كتعاني تقدر تطيح في امراض وبزاف د الحوايج، هي انها تقارن راسها بالناس واحد اخرين. تقدر ان اللي كتقارن ولادها تجيها سهله شويه باش تغلب عليها، ولكن فاش كتوصل القضيه باش انك كتولي كتقارني راسك بالناس واحد اخرين كتكون صعيبه شي شويه. ولكن ان شاء الله غادي نطرقوا لها في فيديوهات واحد اخرين كيفاش ما نبقاش نقارن راسي بالناس واحد اخرين. نتمنى ان شاء الله تكون استفدتوا شويه من هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف بزاف، خليت لكم الراحه، مع السلامه.